كده خلاص يا حبايبي، طلعت العيش بالصدق في منتهى الجمال. عايزه اقول لكم الريحه بقى بالزعتر بحبه البركه. العيش برده لما احنا بنخبزه في البيت بيبقى جميل وحلو جدا. وقدمته كده مع ليمون معصفر بقى، وهي اكله حرشه جدا. واللايك وشير يا حبايبي، وعشان تشوفوا تابعوا الفيديو عشان تشوفوا كل حاجه جديده انا بنزلها. واشوفكم دايما على خير في وصفه جديده. باي باي. اهلا بيكم، عاملين ايه على احلى متابعين؟ اخباركم ايه يا جماعه؟ وحشيني كتير. النهارده بقى ايه، كلنا طالعين من رمضان ومحتاجين كده اكله حرشه. كل واحد بقى إيه نفسه يعمل حاجه يعملها. فانا فكرت النهارده هعمل معايا، اخش على المقادير على طول. معايا نص كيلو صدق يا جماعه. انا حطيته قطعته كده. ومعايا فلفل الوان قطعته برده، يمكن 4 فلفلات 5 زي ما انتوا عايزين. ومعايا برده بصلايه صغيره، ومعايا زيتون، ومعايا 3 طماطمات، ومعايا معلقه تليه. دي معلقه تليه بتدي تيست حلو جدا يا جماعه للصدوق او اي حاجه. انا طبعا جايبه الصدوق ايه ما فيهوش دهن كتير، فانا عارفه انا هعمل ايه. حطيت كل المكونات على بعض كده وايه، وهنحطها بقى هنا، هننزل عليها كلها مع بعض نقلبها. في منتهى الجمال يا جماعه، اكله جميله وحرشه وكلنا طالعين بقى من رمضان زهقانين. فقلت بقى اعمل صدوق النهارده، فقلت برضه اوريها لكم كده على السريع عشان ايه اللي زهقان من الاكل بقى، واللي عايز يحرش، واللي عايز يعمل اكله حلوه. دي اكله جميله وبص الالوان في منتهى الجمال. انا مكتره الفلفل بصراحه، مكتره الفلفل والطماطم او والزيتون، حبه زيتون كده، وبصلايه واحده بس. ومعايا ميكس من الجبنه اهي، جبنه تركي على جبنه شيدر. ماشي يا حبايبي. انا هحط نص، لان النص دي برضو ايه كتير. فانا هحط، كل واحد يحط ايه تبع الكميه اللي عنده. شوف اللي حابب جبنه كتير، حابب جبنه صغيرين، اوكي مفيش مشكله. ماشي. طبعا احنا عندنا الصدوق بيبقى متبل، وعندنا الزيتون، وعندنا الطماطم هي بس اللي محتاجه شويه ملح. والجبنه جبنه التركي طبعا بيبقى فيها ملح برضو، احنا عايزين نخلي بالنا من الملح. انا بس حبيت احط التوابل بتاعتي اللي هي عباره عن، بصوا بقى، نص معلقه ملح صغيره، ونص معلقه فلفل، ونص معلقه زعتر، ونص معلقه بابريكا، وشويه بهارات. هم دول بقى اللي هتشوف برضو كده ايه، نحرش برضو، نزود البهارات بتاعتنا تبقى جميله جدا. وطبعا حاطه قرنين فلفل سبايسي، اللي عايز يحط يا جماعه برضو يحطوا، وهيبقى احلى عيش بالصدق، هيبقى جميل. واحنا عارفينه احنا يبقى عاملينه بنظافه وجميل قوي، شكله جميل. وانا برضو ايه عجنت عجينه دقيق، كيلو دي يا جماعه. عجنته كيلو دقيق، بس قرصته بقى عشان مش قلت ايه ما عنديش وقت. انا قلت لكم بس انا هاكل ايه بسرعه كده على السريع. انا معايا عجينه كيلو دقيق، عليه كوبايتين ميه، كوبايه معلقه خميره كبيره، معلقه سكر، نص معلقه ملح. برضو بحب احط في العجينه يا جماعه شويه زعتر، شويه سمسم، شويه حبه البركه، وحطيت ربع كوبايه زيت. ماشي يا حبيبي. عجنتهم كلهم وقرصتهم. هي دي فاصل وهوصل وهوريكم ثانيه واحده. بصوا حبايبي بقى، انا عملته كده، حطيت العيش بالصدوق، حطيته في العيش كله، عملت الكميه اللي انا عايزاها في منتهى الجمال، ورشيت شويه حبه البركه بقى وشويه زعتر، وهدخلهم الفرن. ويلا بقى ناكل اكله جميله وحرشه. وثانيه واحده. بصوا حبايبي بقى، انا بفرد العيش. طبعا كلنا عارفين بنفرد العيش ازاي. وبنحط جزء من الصدوق، وبحط فوقيه الجبنه، وبطبق. هو دوت العيش بالصدوق. اللي عايز يعمله في الفرن اوكي، اللي عايز يجيب عيش جاهز ويعمله في البيت ماشي، اللي عايز يحطه ينزل في الفرن تحت مفيش مشكله. انا بوريكم الفكره، وانتوا اعملوا اللي انتوا عايزينه يا حبايبي. وفاصل وهواصل، وهعمل الكميه كلها عشان ما اطولش عليكم، وبصور لوحدي. وثانيه واحده هرجع لكم. باي باي.